صوت الرادي شوية. صوت الرادي اللي ارفعوا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم أجمل وطيب تحية وترحيب، وهي تحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من على أرضية ميدان الصلصلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وفي هذا اليوم يوم السبت الموافق 11/4 لعام 1444 للهجرة النبوية الشريفة، على شارة مقدمة من الشيخ إبراهيم بن سعود المضيبري الرشيدي، لهم منا جزيل الشكر والتقدير والعرفان على هذا الدعم الذي ليس مستغربا من هذا الرجل. دعمه لهذه الرياضة، دعمه إلى موروثنا الشعبي، تراث الآباء والأجداد. إذن على بركة الله وحفظه وتوفيقه أعلنت قبل لحظات انطلاقة الشوط الأول والرئيسي لسن اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. إذن أبدأ مباشرة إلى صدارة الشوط ليتقدم مع شقران ومحمد بن جايز. علي عنزي من يقدم لنا شقران على صدارة الشوط على المركز الأول، بينما ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات شقرة وعبد الرحمن بن فلاح الرشيدي من يقدم لنا شقرة على مستوى ثاني التحديات. بينما ثالث المراكز وصلت الاسماء وصلت الشعارات في هذه اللحظات، ليحضر شعار حمدان بن طلق الجهني مع الذهبية من يقدم لنا الذهبية على مستوى ثالث المراكز. المركز الرابع مرحبا باللي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت العشوة وعبد الله بن عليان الجهني، وكذلك الحضور والوصول في هذه اللحظات من الجانب الآخر. وصل في هذه اللحظات سياف مبروك بن معتق الرشيدية. هكذا نتيجتنا إلى المراكز المتقدمة. النداء الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن لنا عودة مع الانطلاق الأول مع شقران واندفاعة شقران على صدارة الشوط، يبحث عن الرمز الغالي والمبلغ المالي. الله 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 الله. ولكن وصلت في هذه اللحظات العشوة، وصل ابو رامي في هذه اللحظات ليتقدم عبد الله بن عليان الجري على مستوى ثاني التحديات. بينما ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات وانطلقت شقرة. هنا ابو عماد من يتقدم عبد الرحمن بن فلاح الرشيدي من يدفع لنا شقرة على مستوى ثالث المراكز. ولكن نكتفي بهذا النداء ونعود إلى ركب الصدارة، نعود إلى سكان الصدارة. شقران على الصدارة ما زال حتى هذه اللحظات، قام راسه يبي ينهي شوط راسه. الله 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 على شقران واندفاعة شقران والكيل
الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير بدل عدة تنازلية يا مالك شقران. الله 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 الله. محمد بن جايز العنزية على صدارة الشوط. المركز الثاني وصلت العشوة، وصلت شقرة. الله على هذه الثلاثية الخطيرة، على هذه الثلاثية الكبيرة بقيادة شقران. شقران ما زال على صدارة الشوط، شقران على المقدمة، وشعار ابو بجاد حاضر في هذه اللحظات على مستوى رابع المراكز. من يقدم ويدفع لنا بسياف هنا مبروك بن معتق الرشيدي، ولكن شقران 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 والعشوة وشقرة. الله 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 الله. يا سلام يا سلام. ولكن شقران شقران حتى هذه اللحظات بدون اي اوامر. العشوة 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 وصلت في هذه اللحظات مع عبد الله بن عليان الجهري، ولكن شقران صامت صمود الجبال، صامت صمود الجبال بدون اي اوامر، ولكن صدرت الاوامر، صدرت الاوامر على شقران. اندفع شقران، شقران والعشوة، ولكن شقران شقران من قام راس ويبي ينهي الشوط راس. سلام يا بن جايز، سلام سلام يا عليك يا راعي شقران، سلام واسعد الله صباحك اينما كنت يا مالكي هذا النجم. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان مع العشوة وعبد الله بن عليان الجهري، المركز الثالث كان مع شقرة وعبد الرحمن بن فلاح الرشيدي، رابع المراكز كان الحضور من سياف ومبروك بن معتق الرشيدي. المركز الخامس، خامس المراكز أحيله لدى لجنة الخط والتحكيم. إذن تارينا والناموس إلى مالكي شقران محمد بن جايز العنزي على هذا الفوز الكبير والمستحق، خاطف أول الرموز في هذا الصباح. تهانينا له والف مبروك.